اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يلا بقى نعمل الاكله الترند اللي كل الشيفات وكل البلوجر عملوها. هنجربها مع بعض ونقول راينا بقى بامانه في الوصفه وتستاهل التجربه ولا لا. يلا بينا نشوف الطريقه. معانا بقى كده كيلو لحمه، هنحط هنا 100 جرام دهون قوليه، هنحط ربع كيلو بصل مفروم، معلقتين كبار زبادي بقى، والبهارات ملح، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره بصل بودر، معلقه صغيره توم بودر، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره توم مفروم، معلقه صغيره شطه اختياري. ندمج بقى المكونات كده كلها مع بعضها لحد ما نلم كل المكونات مع بعضها، وهناخدها بقى على الكبه نديها فرمه محترمه عشان تبقى كل المكونات دخلت في بعضها والانسجه. زي ما انتوا شايفين كده دخلنا المكونات في بعضها، هنحطها بقى في الكبه. معلومة هنا، البصل مش كتير، هما بصلتين كبار او 3 بصلات متوسطين. هنديها بقى فرمة حلوة كده في الكبة لحد ما تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نقسمها هنا ل4 كرات. هجيب بقى الورق الزبدة، سبتها هنا ترتاح نص ساعة، وهجيب ورق الزبدة، ورقة اللي هنفرد عليها والورقة اللي احنا هنعمل بيها من فوق. كنت انا هنا صورت معاكم اول ورقة، بس كان الفيديو للاسف ما طلعش بتصور، فهبدأ كده احط كورة في النص وبايديا هبدأ اوزعها. بعد كده هجيب ورقة الزبدة هحطها كده، وهبدأ بالنشابة افرد من بره من جوه لبره لحد ما تتفرد معايا. كل ما كانت السمك بتاعها رفيع كل ما كانت احلى. السمك كده هنوصله كده تقريبا نص سنتي كده. خلاص اتفردت معايا زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى نشيل ورق الزبدة زي ما انتوا شايفين كده، السمك بتاعها رقيق جدا، وهنبدأ بقى نطبقها، مش هنلفها رول، هنطبقها على بعضها كده. وبكده بقى الرول جاهز معايا، او دونر الكباب كده جاهز معانا ان احنا ندخله الفرن. هجيب بقى الصينيه بتاعتي هنا كده او الصاج بتاعي، بس هنا نديله رشه زيت، انا كنت نسيت ورجعت عملتها. ندي كده بالفرشه للصاج رشه زيت، وهنحط بقى ورق الزبده زي ما انتوا شايفين كده. هنا الصينيه بتاعتي ما خدتش، فهجيب صينيه تانية كده هدهنها برضو دهن الزيت، وهحط فيها الخضار بتاعي، طماطم والشطه، وهبدا كده اديها برضو رشه زيت. في الوقت ده انا مسخن الفرن بتاعي. لو وصلت لحد هنا دعمونا بلايك وكومنت وسبسكرايب للقناه عشان تكبر بيكم فضلا وليس امر. على ما دونر الكباب بتاعي يستوي نعمل مع بعض كده الطحينه. حطيت هنا ربع كوبايه طحينه، عليهم معلقتين زبادي، وعليهم معلقتين كبار مايونيز، ومعلقه خل، هنبهرها هنا بفلفل اسمر وملح وكمون ورشه كزبره ورشه شطه اختياري. هنقلب بقى كل ده كده مع بعضه، وهجيب هنا كده معايا ميه سخنه وهبدا افكها بقى بالميه السخنه زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى الريحه في الفرن بجد وهم. عايزين بقى القوام تقيل كده عشان السندوتشات وكده يبقى الصوص الابيض جاهز معانا. هبدا بقى كده اشيل الخضار، كنت نقلته هنا في الصينيه لان هنا الفلفل اتفجر حرفيا في الفرن، لان انا هنا غلطت غلطه ان انا ما شقتش كده بالسكينه، اديله شقه صغيره. بقى كده نشوف اول غلطه معانا، ان انا كنت مشغله الفرن فوق وتحت، فطبعا اللي فوق كده اتحرق وش ورق الزبده فلزقت كده في قلب ورق الزبده. انما هي هنا اهي سلسه خالص، لغايه ان انا شغلت الشوايه من فوق. انا شفت حد عاملها مشغل فوق وتحت، فطبعا ما كانتش احسن حاجه زي ما انتوا شايفين لزقت خالص، فيفضل انت تشغلي من تحت بس. ابدا بقى افك ورق الزبده كله كده زي ما انتوا شايفين. ده بقى سخن جدا كل الورق زي ما انتوا شايفين عشان مشغلين الشوايه لزق. بجد بقى هنا الريحه والطعم يستحق فعلا التجربه، وان شاء الله هعمله معاكم مره كمان. هبدا بقى اقطعه زي ما انتوا شايفين كده. الصوص بقى اللي نزل كده هقلب كل ده في الصوص اللي نزل بقى. في الفيديوهات بيدخلوه الفرن ياخد لون من فوق، انا مش هحمره، انا عايزاه كده جوسي. شرط كده الطماطم وهرستها بالشوكة عشان اعمل الصوص الاحمر، وحطيت عليها ملح وفلفل وحطها في الخلاط وضربتها كده بقى معايا الصوص الاحمر والصوص الابيض. انا الكباب كان جاهز معايا، جبت كده العيش الشامي ده، حطيت كده الصوص الاحمر والابيض، وحطيت كده دونر الكباب، وحطيت كده الفلفل، وهلف والف هنا على قلبكم. بجد بقى الطعم وهم يستحق التجربة، طعمه بجد حكاية حكاية حكاية. ان شاء الله نعمله مع بعض تاني، واشوفكم في فيديو جديد على خير.